انتصار جديد الريال مدريد امام اشبيليا، ونفس الوقت عندك مبابي عادل رقم كريستيانو. ما اعرف اذا هذا الكلام حيضوج المشجع المدريدي لو يفرحه بصراحه، بس انا اللي اعرفه متى ما شفت حارس المرمى احد نجوم المباراه معناته عندك مشكله كلش كبيره بالدفاع. طبعا لولا سذاجه مهاجمين اشبيليا كان المباراه غير مباراه صارت. بس بصراحه كورتوا كالعاده انا بالنسبه لي اشوفه من اهم اللاعبين اللي فرقوا بتاريخ ريال مدريد الحديث. متى ما احتاجته راح تلقاه. تشابي الونسو يواجه اكبر مشكله بحياته اللي هو بعد بناء اللعب. عندي 4 لاعبين بالوسط ما يعرفون شو يسوون. منو صانع اللعب؟ اتحداك تعرف. اتحداه هو يعرف منو صانع اللعب. هم لاعبي ريال مدريد ما يعرفون منو صانع الالعاب. لهذا السبب انت تشوف مبابي صاير مثل سياره فيراري، انت تروح تجيب بها صمون مرات شارعكم والطسات ما تخليك تروح بالسياره. يعني انت من تسجل من كرات ثابته وعندك مبابي، يعني انت عندك مشكله كلش كبيره بصراحه. عندك مشكله بصناعه اللعب، والثلث الاخير تشوف انه ريال مدريد فريق بطيء، ماكو اي تحركات مباغته للمدافعين. يعني الباص اللي يلعب او الثرو باص اني وانت والجمهور وكل الدنيا تعرف الباص حينلعب بهذا المكان، متى ما كنت انت متوقع مستحيل حتسوي خطوره. بالاخير هو انتصار كلش مهم لتشابي الونسو، وخلينا نشوف مسلسل تشابي الونسو ريال مدريد لوين حينتهي. طبعا انا بعدني مصر على رايي قرار اقاله تشابي الونسو او استمراره يعتمد على كاس السوبر.